منذ البداية كانت عندنا رؤية واضحة وهدف واضح، استراتيجية بعيدة المدى، وعلنا على البرنامج الوطني لمحاربة داء السرطان. كان عندنا هدف رئيسي أساسي ووحيد دائما في صلب الموضوع، هو المريض. النتائج اللي حققناها كانت بفضل شراكة مثالية وتعبئة شاملة لجميع الأطراف المعنية، من مجتمع مدني، من وزارات معنية، سلطات محلية، إعلام، شركات، مواطنين، أطباء، أطر، كلهم ضافوا الجهود ديالهم في نفس الهدف. وهذه انفراد مغربي وخصوصية كنفتخروا بها في المغرب، وهي اللي جعلتنا نحققوا النتائج في ظرف وجيز. حتى حاجة ما سهلة، واجهت المؤسسات عراقيل وصعوبات وتحديات، كان دموع، كان سهر، كان مشاكل، ولكن ولله الحمد كل هذه العراقيل والصعوبات تجاوزناها ورجعناها حوافز وطاقة للاستمرار والإصرار. Tous unis autour d'une cause, au service du bien-être du patient, le programme de la Fondation multiplie les victoires. Dans les prochaines années, d'autres défis sont à venir. المغرب حقق تقدم ملموس ولله الحمد. في المستقبل طموحاتنا وأهدافنا كلها تحقق بتضامن من الجميع، كل شيء ممكن.